أهلا وسهلا. كل سنة العالم كله بيحتفل ببدايات جديدة، بس هل فكرنا مرة إنه ممكن يكون فيه واحد من أقدم احتفالات رأس السنة في العالم والكثيرين ما سمعوا فيه؟ اليوم رح نحكي عن يناير، رأس السنة الأمازيغية، وهو تقليد مليان تاريخ ومعاني عميقة جدا. دايما بنفكر بالاحتفالات المشهورة عالميا، صح؟ بس الحقيقة أنه بين صفحات التاريخ في كنوز ثقافية ما أخذت حقها من الشهرة. يناير هو واحد من هاي الكنوز، واليوم رح نكتشفه سوا. إذن هذا هو يناير، هو مش مجرد يوم عادي على الرزنامة، لا، هو احتفال حي بيربط الأمازيغ بأرضهم وتاريخهم. وزي ما بنشوف بالصورة، يوم كله حياة وألوان ونكهات، كل تفصيلة فيه بتحكي قصة قديمة وعريقة. طيب، شو رح نغطي اليوم؟ رح نبدأ ونعرف شو هو يناير بالضبط، بعدين نرجع بالتاريخ لجذوره القديمة ونشوف كيف بيحتفلوا فيه وشو هي الأطباق والطقوس الخاصة فيه، وبالآخر رح نشوف كيف هالتراث لسه عايش وقوي بعالمنا اليوم. يلا نبلش. طيب، خلونا نبدأ من الأول. شو هو يناير؟ وشو بيمثل هاليوم للأمازيغ في شمال أفريقيا وكل مكان للعالم؟ ببساطة، يناير هو أول يوم بالسنة الأمازيغية. هو فعلياً احتفال بالأرض، بالتفاؤل والأمل بموسم خير جديد. بهاليوم العائلات بتتجمع والناس بتشارك بعضها قيم المحبة والسلام، وبيتمنوا لبعض سنة جديدة مليانة خير ورزق. وهون بنوصل للجزء المدهش بالموضوع كله، عمقه التاريخي. احنا ما بنحكي عن تقويم عمره وكمية سنة، لا، بنحكي عن إرث بيمتد لآلاف السنين. شوفوا هذا الرقم 2976، هاي هي السنة الأمازيغية الحالية. يعني التقويم الأمازيغي أقدم من التقويم الميلادي اللي بنستخدمه كلنا بحوالي 950 سنة. تخيلوا بس، إرث زمني بيربط الحاضر بماضي بعيد جدا. طيب، من وين بلشت القصة كلها؟ القصة بدأت بلحظة تاريخية مهمة جدا. سنة 950 قبل الميلاد، الملك الأمازيغي شيشونق الأول صار فرعون مصر. الموضوع ما كان مجرد انتصار سياسي، لا، كان بمثابة ولادة تقويم جديد، تقويم صار رمز للفخر والهوية الأمازيغية ليومنا هاد. تمام، بعد هالجولة بالتاريخ خلونا نرجع للحاضر ونشوف كيف هالمناسبة بتتحول لاحتفال حقيقي، احتفال ملموس مليان بهجة وريحة الأكل الطيب. قبل الاحتفال الكبير والأكل، في طقس تحضيري مهم اسمه السجد. الفكرة بتشبه حملة التنظيف اللي بنعملها، حيث البيوت تتنظف بشكل كامل للتخلص من أي شيء قديم أو طاقة سلبية. وحتى في عادة شراء أواني مطبخ جديدة، وهذا مش بس للتجديد، لا، هو رمزاً لجلب الخير والبركة للسنة الجديدة. أما ذروة الاحتفال فهي إيمانسي، يعني العشاء التقليدي. الطبق الرئيسي عادة بيكون الكسكس، بس مش أي كسكس، بيتحضر ب7 أنواع خضار أو بقوليات. ورقم 7 له دلالة رمزية قوية جدا، بترمز للخصوبة والوفرة والنمو. بس يناير مش بس أكل واحتفالات، هو عالم كامل من الطقوس والمعتقدات اللي هدفها الأساسي ضمان سنة جديدة مليانة خير. خلونا نشوف كيف هاي التقاليد بترسم خط واضح بين الأشياء اللي بتجيب الحظ والأشياء اللي لازم نتجنبها. وهون تظهر فلسفة يناير بوضوح. من جهة فيه أنساين، يعني الأشياء المستحبة اللي بتجيب الحظ، زي مثلا الاحتفال بأول قصة شعر للطفل كرمز للنمو. وبالمقابل فيه قدولن، يعني الممنوعات، زي مثلا إنه الواحد يحكي كلام حزين أو كئيب. الفكرة بسيطة بس عميقة، لازم السنة الجديدة تبدأ بطاقة إيجابية صافية. ومن الطقوس منتقل للأساطير، ويمكن أشهر أسطورة مرتبطة بيناير هي أسطورة العجوز والقرد أو أمرديل. القصة بتبلش بعجوز تحدت الطبيعة وقوة شهر يناير، وبكل غرور أعلنت إنها قدرت تتغلب على برد الشتاء القاسي. بس الطبيعة أو يناير بالأسطورة كان إلها كلام تاني. كرد على غرور العجوز، يناير استلف يوم من شهر فبراير عشان يطول الشتاء، وأطلق عاصفة قوية جدا. القصة هاي بتضل تذكير دائم بضرورة احترام الطبيعة، وإنه ما نستهين بقوتها أبدا. طيب، نوصل لآخر جزء. كيف شكل يناير اليوم؟ هل هو بس تقليد قديم وخلص، ولا لسه جزء حي وفعال من الهوية المعاصر؟ سنة 2018 كانت نقطة تحول تاريخية. الاعتراف الرسمي بيناير كعطلة وطنية بالجزائر ما كان مجرد قرار إداري أبداً، كان إعلان واضح إنه يناير مش مجرد احتفال عائلي، لا، هو جزء أساسي من الهوية الوطنية، وهو أكبر دليل على حيوية الثقافة الأمازيغية وقدرتها على إنها تتجدد وتستمر. وبنختم بهاي العبارة الجميلة: أسيغاس أميغاز. هاي هي التحية التقليدية اللي الناس بتقولها لبعض بهاليوم، ومعناها ببساطة سنة سعيدة. تحية بتحمل معها آلاف السنين من الأمل والتاريخ والثقافة. شكراً لمتابعتكم.